الله اكبر، الله اكبر. الحوشه اهي اللي بقول لكم عليه. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم اخواتنا وحبايبنا ومحبين هوايه الصيد في كل مكان. والنهارده مغامره جديده برضو من تماسيح النيل، وهنصطاد قراميط بصدور الفراخ او البانيه. الناس اللي بتشوفنا اول مره ومستغربه، لا، في ناس بتصطاد بصدور الفراخ دي بقالنا فتره، بقالهم فتره طويله، بس يعني عارف انت اللي هم يعني مش عايزين يقولوها او مش عايزين يعرفوها لحد. المهم، احنا شفنا المره اللي فاتت، انا ركزت لك، صورت لك القرموط الكبير وما صورتش تاني. اهم حاجه انا ركزت على ازاي تقطع الفراخ وازاي تطعمها والكلام ده كله، ده المهم. مش مهم انك تشوف سمك وخلاص، المهم انك تعرف تصطاده ازاي. فنزلت لها عشان ما اطولش الفيديو، فنزلت القرموط ده والشرح اللي معاه. النهارده ان شاء الله اي حاجه هنطلعها هصورها لك. واحنا مزفرين من امبارح زي ما انتوا شفتوا كده، ورمينا الفراخ وهنطلع لها النهارده ان شاء الله. بس قلت كده انا واحنا في النور كده قبل ما ننزل في الضلمه اصور لكم المقدمه ديت. اهم حاجه يكون العود بتاعك جبر، عشان انت شفت الاحجام عامله ازاي، والخيط ما يقلش عن 50، والسن بيبقى 0.1. بنطعم بصدور الفراخ زي ما انت شفتها كده. ليك استفسار عن اي حاجة، الرصاصة طبعا بيبقى على حسب قوة المية اللي انت بتصطاد عليها، الاندفاع بتاعها ايه، فبتحط الرصاصة بتاعتك. الرصاصة تكون حرة. ليك اي استفسار اكتبهولي في الكومنتات. يلا كده نبتدي الفيديو ونشوف ربنا يكرمنا فيه. الله ينور. ألم عودي. طيب خليكم انا بقى يا جماعة اما نلم العباد. استنى يا براحتك براحتك. الله اكبر، الله اكبر. الحوشه اهي اللي بقول لكم عليه. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. خد بالك يخش منك في الهيل. خد بالك عشان ما يخشش في الهيل. دخل منك في البتاع اهو. الله اكبر. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. اطلع بالوحش. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. تفهم بقى، انا مش هم مكان الجسر هنا بيهدل بصراحة. الله اكبر، الله اكبر. تصوير ليل يا جماعة، بس حاجة يعني هي ظاهرة برضه. اللهم صل على النبي. ها، دخل الجربنجينة خلاص. دخل يا باشا. يلا اللي بعد. العنبوب اللي بعد. لكن انت عايز توقعني في البحر النهارده، هنجيب لكم الطعمية اهي. ياسر ياسر، انا لو اتدبيت في المية مش هطلع. يلا كده حلو. يلا يا باشا. طعمية اهي يا جماعة، بتدككها من فوق وانت نازل لتحت اهي. دككنا من فوق اهو وانت نازل اهي، اهي. بس بتدفن السلك والخيل بتاعها. كدابه اهي. خيل كدابة فوق منها اهي. توكلنا على الله. وجبرت. ليك استفسار اكتبها لنا في الكومنتات. لكن انت عايز توقعني في البحر النهارده، هنجيب لكم الطعمية اهي. ياسر ياسر، انا لو اتدبيت في المية مش هطلع. يلا كده حلو. يلا يا باشا. طعمية اهي يا جماعة، بتدككها من فوق وانت نازل لتحت اهي. دككنا من فوق اهو وانت نازل اهي، اهي. بس بتدفن السلك والخيل بتاعها. كدابه اهي. خيل كدابة فوق منها اهي.
توكلنا على الله. وجبر. ليك استفسار اكتبها لنا في الكومنتات. براحتك يا معلم، براحتك. الصلاة على النبي، ده شغل الوحوش اهو. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. لا يا راجل، يا راجل هترفع كل ده يا راجل، حرام عليك. لا 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 لا، ما ترفعش. لا 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 لا. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. راحتك يا معلم. اللهم صل على النبي. معلش يا جماعة، اعذرونا في التصوير شوية عشان ايه الجو ليل برضو، بنصور على الفلاش، فيعني الدنيا اهو شغل البنيه اهو. مطلعوش على العود يا ياسر. لا انا بس بنزل فيلا دي. اللهم صل على النبي. الشوكة جنبك اهي. الله ينور. ضربة معلمين. رولنا في الشوكة كده. طيب انا مش هاجي عندك انا. الله اكبر، الله ينور، الله اكبر. اه بص بقى يا باشا، الفراخ اللي انت خدت الصدور بتاعتها هي، احنا خدنا الصدور بتاعت الفراخ دي اللي بنصطاد بيها. اتفضل الباقي ده ما بترموهوش اهو. بس عم ياسر بيعمل ايه، نربطها برجلها زي كده، ولو رميتها قبلها بكام ساعة ونزلت اصطاد، او رميتها وجيت اشتغلت عليها تاني يوم، افضل بكتير من انك تنزل عليها مرة واحدة اهي. اما تربطها كده، تحط معاها قالب طوب عشان يغطس، او نص قالب طوب مخرم كده ترميه عشان يغطسوا ينزلوا تحت، وبعد كده تنزل عليهم تجيب بقى وحوش من اللي انت شفتها دي. اه. وملحوظة برضو، لما تيجي ترمي ما ترميش في حتة يبقى فيها شجر قوي من تحت، حوش جامد من تحت، يعني تجمعهم في حتة فيها حوش، كل ما تضرب واحد يشبك في الحوشة. فتاخد بالك برضو من الحتة دي، الحتة اللي هترمي فيها يكون مريح ويكون غويط، بس ما يكونش فيه حوش. بس يا معلم، ده انت سلبتهم تسليبة يوم ما هيهربوا. عشان دول حاجه اشتغل عليهم بكره. اه يعني دول هنشتغل عليهم بكرة لسه. اختم بقى الفيديو يا عم مصطفى. ونختم بقى الفيديو بتاع النهاردة ده على كده. ليك استفسار عن اي حاجة اكتبها لنا في الكومنتات. يلا نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.